اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة كده هنتكلم في الفيديو عن ترقيد البط واسراره، من اول لما البطة تبتدي ان هي تبيض لحد لما البطة تطلع. ومن هنا ده كده البطة اللي هي لسه بتبيض. وهنشوف بقى البطة التانية اللي هي طلعت البيض ما شاء الله كله. طبعا علشان تاخدي نسبة فأس من البيض 100%. أول حاجة بتجهزي المكان اللي البطة هترقد فيه من أول لما تبيض. وتاني حاجة طبعا اختيار البطة اللي هي هتبيض عندك، لأن مش كل بطة بتكون زي التانية. يعني في بطة ممكن ما تطلعش البيض كله مرة واحدة، في بطة ممكن تسيب البيض وتقوم من عليه. فانت أول حاجة بتختاري السلالة اللي هي بتبيض. طبعا البط اللي انا بصوره معاكم ده البط الخليط، البط البلدي الخليط، واللي هو اصلا مخصص للبيض وللركود. اما البط المسكوفي طبعا الصافي فنسبته بتكون ضعيفة. يعني ما بين كم بطة عندك ممكن تلاقي بطة او اتنين اللي بيرقدوا منهم. اهم حاجة طبعا اختيار البطة وحجمها يكون حلو وتحضينها للبيض. طبعا اول لما هي بتبتدي ان هي من اول بيضة تبيضها، حاولي انك انت بقى تجهزي لها المكان، بحيث ان هي ما ينفعش ان هي تخلص البيض وبعد كده تشيليه من تحتها او تنقلها من مكان لمكان، فبكده مش هترضى ان هي تنام في المكان اللي هي فيه. ممكن بقى يعني حاولي انك انت تجهزي لها مكان وتداري كده بخشبة تكوني مش عايزاها كده، بحيث ان المكان بتاعها يكون مكنون بعيد عن الاماكن بتاعة الطيور طبعا. وبحيث ان لو عندك اتنين بيبيضوا مع بعض بتعملي لهم كده حواجز علشان ما يبيضوش هما الاتنين في مكان واحد، كل واحدة بتستقل بالمكان بتاعها. فبكده بتعرف ان هي ده المكان اللي هي خلاص هتبيض فيه وتستقر فيه، فبتطلع لك انتاج بنسبة يعني 100%. طبعا اول حاجة بتجهزي لها عندك القفص اللي هو البلاستيك ده، بتحطه لها كده في ركن او في جانب من الاوضه. وبتبتدي انك انت تفرشي لها، لو انت بتربي الطيور على الصبة فبتحط لها يعني اي شكارة كده مش عايزاها، بتحطيها على الارضيه، وبعد كده بتحوط عليها بطوب، او لو في قفص زي كده بتفرشي الاول الشكارة، وبعد كده ممكن تحط لها شوية تراب كده بحيث ان يثبت القفص ما يتحركش من مكانه. وبعد كده طبعا تبتدي ان انت تفرشي لها بقى شوية نشارة، شوية تبن، اي حاجة موجودة عندك، او القش اللي هو بتاع الرز. وبتقومي ده من البداية خالص، وبتقومي سايبة البطة بحيث ان هي من اول بيضة تبيضها تعرف ان المكان ده كل يوم هتقوم داخلة عليه ومكملة بقى لحد الاخر. لان هي لما بتيجي شايفين هنا انا حاطلها كده القش، لان البطة هي لما بتيجي ان هي كل يوم تيجي ان هي تبيض، فطبيعي ان هي بتقلب البيض يوم بيوم، ما تفكريش ان هي بتبيض وخلاص، لا. وطبعا احنا دلوقتي في الشتاء، فحاولي انك انت برضو تخليها راقدة في مكان ما فيهوش هوا، ما يكونش فيه سقعة وبرد، علشان لو هي بتكشف البيض وهي بتقلبه كده في بيضة راحت بعيد عنها ولا حاجة، ما تسقعش وتبتدي الجنين ان هو يموت فيها. ولو في الصيف ما تحطش البط اللي هو بيرقد يكونش الشمس نازلة عليه مباشرة، برضو ده بيخلي البيض يمشش. فمن هنا احنا في الشتاء دلوقتي، فيعني حاولي تحطها في مكان يكون مفهوش هوا، مكان دافي، بحيث ان هي البيض ما يقعدش بقى ل35 يوم، او احيانا كمان ممكن يقعد ل40 يوم لما يطلع. وبعد كده بقى بتبتدي انك انت تفرشي لها القش بتاعها. والمهم ان القش اللي انت تحطيه للبطة ما يكونش يعني مركون عندك من زمان وعليه حشرات ولا حاجة، عشان ما يخليش البطة، ممكن يخليها ما تستقرش مكانها. ما شاء الله شايفين بقى يعني عدد البيض عامل ازاي ونضيف خالص. ده ليه؟ لان انت حاولي برضو ان الاماكن اللي البط بيكون بياكل ويشرب فيها، عشان بيبيض فيها كمان ويرقد، ما يكون دايما نضيف، علشان البيض نفسه يكون ما شاء الله
بيلمع كده، مش عليه اي حاجة طينة ولا اي حاجة. طبعا هي نكتت الريش بتاعها. ف لو المكان ده لو المكان اللي انت سايباها تبيض فيه مش مظبطه لها، فهي مش هتستقر فيه وهتفضل قايمه قاعده على البيض، فبيبتدي ان هو يطول لما بيطلع، خصوصا في الشتاء. طبعا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ايا كان العدد اللي البط بيطلعه ده، طبعا في الاول وفي الاخر طبعا بيكون ايه رزق كده. طبعا اول حاجه لو انت لقيت ان المكان مش متظبط، بتشيل البيض ده كله كده، وترجعي انك انت تحط لها طبقه قش تقيله كده، بحيث ان هم ان هي تدفي المكان، وتقومي رصهولها تاني. المهم المكان يكون ايه جاهز. ده طبعا البطة التانية اللي هي ايه مطلعة. شايفين ما شاء الله، ده ميزة البط الخليط، ان هو بيعرف ازاي ان هو يتعامل مع البط الصغير بعد ما يطلعه، واثناء لما البطة بتكون بتبيض. طبعا البطة اللي هي اللي بتميزهم ازاي، بتميز البط المسكوف من الخليط ازاي من البط البلدي الخليط. بتلاقي الدماغ بتاعته زي ما انتوا شايفين، الدماغ سودا خالص، والظهرية سودا برضو خالص، وفيها ايه في الصدر كده ايه يعني الريش بتاعها بيكون ابيض. اللي ورا ده طبعا اللي هو منقط من ورا، وبتكون البطة متكحلة كده. ده يعني بتميزهم كده ما شاء الله. بيطلع لك في البيت وما شاء الله يعني حجمه صحيح ما بيكونش زي البط المسكوفي الصافي، بس ده واخد من الاتنين، من البلدي ومن المسكوفي، واخد طعم طبعا البط البلدي. واهم حاجة ان هو بيرقد، مش زي البط المسكوفي اللي هو بتاع الشركات، ما بيبيض كتير. بيبيض البيض بتاعه بيكون اعداد طبعا، وبس بنسبة الركود طبعا بتكون ضعيفة. يعني لو انت عندك بطة مسكوفي صافي، هتضطر انك انت تاخد البيض بتاعها وتحطيه تحت البطة اللي زي كده، البطة البلدي اللي هي الخليط دي، هتاخد البيض دكها وتحطيه تحت دي، فما شاء الله يعني بتبتدي ان هي تطلعه. طبعا القشور لسه موجودة في المكان، ويعني ما تقريبا كده مش فاضل تحتها غير بيضة واحدة. طيب لو البيض كله طلع وما تبقاش تحت البطة الا بيضتين او حاجة، فلو المكان امن، حاولي انك انت بقى ايه تسيبي البط الصغير مع والبيضة دي تحته كده ايه لو يوم واحد، بحيث ان هي تطلعها ما تبصش تحتها. لو المكان بقى مش امن وانت خايفة لاي حاجة تيجي على البط تاخده من تحت البطة اللي هي الام، فهتاخديه بقى بالكرتونة وهتسيبي البيضة دي ممكن تطلع. اهم حاجة طبعا المكان المكنون للطيور اللي هي بترقد، فبيطلع لك بقى ايه ما شاء الله بالشكل ده. يا ريت لو انت لسه موجودة كده معايا تعملي لايك للفيديو. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.